هلو ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ كويس. خلصنا من ريورك الاساسنز، طلع لنا ريورك لتشامبيونات تانية زي أليستر المرعب. والنهارده هنتكلم عن أليستر بعد ما كان غبي كسبورت، حاليا بقى اغبى واغبى. الاول بس انا مش عارف ازاي الناس ما اتكلمتش عليه، او اي حد من الستريمرز الكبار ما اتكلموش عليه، مع ان أليستر من الشامبيونات التقيله يعني، واللي ممكن نشوفه في الجونجل قريب زي زمان. ما علينا، المهم الباسف بتاعته والاي اتغيروا من جذورهم. دلوقتي أليستر اي كراود كنترول هيعمله، سواء ستان او كيو او دبليو، او حد معاه مات، او حتى موت المينيونز بتوع العدو، هيجمع ستاكس، وعند 7 ستاك هيعمل له هيل بنسبة معينة، وضعف الهيل ده لأقرب تشامبيون منه. لو في كذا تشامبيون جنبه هو عمل الستاكس ال7 دول، هيعمل هيل لأقرب واحد بس، مش زي زمان اما يضرب الهيل يهيل لكله. وبتجمع ال7 ستاك على طول لو جبت كيل او اسيست او قتلت لارج مانستر، اللي هم زي البلو او الريد او الدراجون او البارون. الدبليو والكيو هم بس في تعديل بسيط في الكيو، انها في الاول كانت بتعمل نوك اب وستان لمده نص ثانيه، ودلوقتي ما بقتش تعمل ستان، بس اعتقد يعني ان نص ثانيه مش حوار يعني. الاي هي المشكله حاليا، ما بقتش هيل زي زمان نهائي، انما حاليا اما بتضربها أليستر بيتحرك وبيعمل دامج لكل اللي حواليه. بس الفكره مش في الدامج نهائي، ما هو كده سبورت. الفكره ان كل ما ويف من الويفز دي بتاعت الضربه جت في تشامبيون قدامك بتاخد ترامبل، وكل ما تجمع 5 ترامبلز هنا بقى المشكله، بتقدر تعمل اللي قدامك الاستن باي اوتو اتاك لمده ثانيه كامله. اكيد انت هتقول لي دي ثانيه، يعني دي استن عاديه، هفهمها لك بس استنى شويه. يعني مش مكفيه ان معاه دبليو وكيو يعملوا نوك اب وستن لاي حد، لا كمان في استن تالتة على الاي، يعني من ليفل 3 أليستر بقى فتاك. كيو تديك نوك اب لمده ثانيه واحده، وبعديها دبليو تديك ثانيه ديسبليسمنت، والاي يا حماده تديك ثانيه ستان. يعني في الفايت انت معاك 3 ثواني اللي قدامك مش بيتحرك ولا بيضرب. طبعا ده انت ممكن الكيو والدبليو، الكيو لوحدها ممكن تضرب في كذا تارجت كمان، يعني انت فتاك. انتوا فاهمين يا جماعه أليستر هيبقى غبي ازاي؟ انتوا مدركين الموضوع؟ يعني هيتلعب بيه جانجلر، هيتلعب بيه تيم فايت، هيتلعب بيه سبورت، هيتلعب بيه كل حاجه. ويا بقى لو معاه كول داون ريدكشن كتير، والثلاث سكيلات مش بياخدوا وقت، يعني هيبقى بص زي السكينه في الحلاوه. ويا بقى لو في فايت كبير، دي هتبقى دغدغه. يعني تعالوا تخيلوا كده هم عملوا فيه ايه. الهيل موجود عادي جدا في الباسيف، الكيو والدبليو هم ودول لوحدهم كانوا معذبين، زاد الاي ستان زياده، والالت بتاعته هي بس للاسف ما بقتش تديله اي دي زياده. يعني زمان كان الواحد بيعافر اما يلعب قدام أليستر حلو، حاليا انت ميت لو جه في كومبو واحد منه. واديني بقى لو بقى جانجل، يعني الجنكايه بتاعته هتبقى اقلها دبل كيل، ده اقل حاجه. شوف اتفرج بقى لو كان فيه هو بقى الجانجلر ومعاه واحد سبورت، ويا بقى لو التوب معاهم كمان ايه، معاهم واحد تانك، الميد يبقى على وضعه كده، يدخل هو الايدي كاري يدخلوا يفشخوا اي حد في التيم اللي قدام. المهم جربت العب بيه جانجل زي ما انتم شايفين، الباسيف بتستاك عادي جدا في الجانجل، بس الفكره ما ينفعش تدي الستان اللي هي الاي بتاعتك للوحوش. يعني معاك الكيو، يعني فكروا كده معايا شويه، يعني انت معاك الكيو اللي هي الايتم الجانجل الخضراء، لو معاك يعني انت تانك صريح، ببساطه هتقدر تخلص الجانجل بسهوله على ما اعتقد. يعني زمان زي ما اتقال لي أليستر كان جانجلر فشيخ، كان يقدر يجانك بسهوله جدا، وكمان يضيف اي تاور بسهوله جدا، وحصل له نيرفات بسبب ده كتير. فهو حاليا هيرجع تاني للميتا بقوه بالمنظر ده من جديد. بيتهيألي هيتلعب بيه ان انت هتجيب له سندر هالك في الاول، بعديها تايتانيك هايدرا، واي حاجه تانكي على حسب التيم اللي قدامك. تخيل امومو بس كراود كنترول اعلى، دي هتبقى معجنه. وكمان أليستر مع الايتم الجديده اللي هي النايتس فاو، اللي هي انت بتزود الارمور بتاعك اما بتديها لحد، كنت شرحتها في الفيديو اللي فات، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. تخيلوا المدعكه يا جدعان اللي هتبقى في سيزون 7. انا لو عليا متشوق جدا للسيزون ده، وهو كل يوم بينزلوا حاجه جديده، وهو برضو احنا مستنيين احنا كمان. يلا بينا على جمله المسابقه. Feel the life drip away.
ما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، وبرضو لو ما عجبكمش مفيش مشكلة لو عملتوا لايك عشان تدعموني ونكبر القناة مع بعض ونبقى أسرة مع بعضينا. وبرضو ما تنسوش تدوسوا على الجرس علشان توصلكوا الفيديوهات أول بأول. يلا سلاموز.